السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين المشاهدين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسك طرفة عين. اليوم ان شاء الله الفيديو جديد، كنتمنى ان شاء الله كنتمنى ان شاء الله من الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. ان شاء الله نهضروا انا على شي نصائح باذن الله تعالى في الفيديو. ما تنساونيش واحد اللايك، الله يعطيكم الخير. اذا كنتوا اول مره كتفرجوا في القناه ديالي قناه التفاؤل، ديروا لي ان شاء الله ضغطوا على زر الجرس وان شاء الله ان شاء الله باش يوصلكم كل جديد باذن الله تعالى. ماشي بعدا نسد هذا الباب هذا. هذا الباب باش ها هكاك خويا ولا خويا وليا الزرع هاك. يلاه زيد ها. كما قلت لكم النصائح ديالها سميتو ردوا البال القطيع ديالكم او الدجاج ديالكم، ردوا لهم البال، حيت هاد الوقيته كيكون واحد الاسهال كيكون صعيب. داك الاسهال الابيض راه كيكون خايب، ما كيبيدوش الدجاج الا فيهم داك الاسهال. سبحان الله العظيم كينقصوا من الانتاج ديال البيض وكيضعفهم وكيديو سبحان الله العظيم. يقدروا كاع الا ما داويتوهم يقدروا يموتوا. كما قلت لكم يقدروا كاع الا ما داويتوا الدجاج ديالكم يقدروا يموتوا لكم. اللهم ردوا لهم البال الا كانوا سبحان الله العظيم الا كانوا الدجاج ديالكم فيهم داك الاسهال الابيض، ردوا البال بزاف على حساب الا فيهم هذاك كما قلت لكم داك الاسهال راه يقدروا كاع يموتوا بالسلامه. المهم الى هذا خاصكم تبقاو تداويوهم من الاول، ما تخليوهمش حتى يشد فيهم داك الاسهال. راه الا مشى حتى يشد فيهم داك الاسهال ما يقدروا مازال فيهم العشوب ولا حتى شي حاجه. خاصكم تطبخوا الشيح وان شاء الله واتاي تطبخوه باذن الله تعالى، وتبقاو سميتو تعطيوهم لمده 5 ايام باش ما يشد فيهم داك. داووهم قبل ما يشد فيهم داك سميتو داك الاسهال وداك هاد المرضى دابا اللي كاينه ربي السلامه. ردوا لهم البال، ما تجلسوا حيت هذاك الا مشى حتى يشد فيهم ربي السلامه راه كما قلت لكم راه صعيب كيقتلوهم. هما طلقت لهم ثاني في الشمس باش ان شاء الله يتشمشوا شويه. خليت لهم البلاصه فين كاينين. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلت لكم ان شاء الله الدجاج ديالكم ردوا لهم البال قبل ما يمرضوا. طبقوا داك كما قلت لكم اتاي والشيح بقاو تعطيوهم مده 3 ايام. سبحان الله العظيم باش ما يشدهمش هذاك الاسهال الابيض. راه الاسهال الابيض راه خايب ربي السلامه. وكاينين الامراض دابا ديال هاد الوقيته ديال وقت الصيف راه خايبين عاوتاني. وما تخلطوش الدجاج ديالكم مع الحمام، ما تخلطوش الا كانوا عندكم الحمام في هاد الوقيته حيدوهم. المهم ما يبقاش يطيروا ما يبقاش يطيروا ويجيو عاوتاني يكونوا مع الدجاج ديالكم. راه كيجيبوا الامراض وكيجيبوا داك الجدري او الجدري. سبحان الله العظيم راه المشكل راه خايب.
كلشي بحال هذاك الشيء، ولا داك الطيور اللي كيطيروا كلشي هذاك الشيء ما تبقاوش تخلطوه مع الدجاج ديالكم. خلي الدجاج ديالكم كما قلت لكم في اتساع، وبقى تعطيوهم الماكله يعني 2 مرات في النهار، في الصباح وفي العشيه ان شاء الله باذن الله تعالى. ها هما جاو كياكلوا حدايا سبحان الله، هما خايفين مني ما والو، ها هما شوف حتى الحدايا كياكلوا. يلا بداكم نحيد لكم من هنا باش تقدروا تاكلوا داك الزر. لهم باش ياكلوا هاد الزر هذا. كما قلت لكم تبارك الله هاد الخير راه زوين باذن الله تعالى. كتنزلوا البيضات ديالكم وما الحمد لله. والبيض البلدي راه كما كنقول ديما في الفيديوهات ديالي، البيض البلدي راه زوين تبارك الله، راه فيه النفع بالنسبه للناس اللي كيديروا الريجيم. الصغار البيض البلدي تبارك الله يفطروا به، وهذا بلا ما يديروا كثر يحيدوا الخبز وهذاك الشيء كامل. نعم 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 نعم. حلاوتي ها هو حلاوتي ها هو كما قلت لكم سبحان الله العظيم باذن الله تعالى. اللهم يسر يا ربي ولا تعسر. ما تنسونيش من واحد اللايك فضلا وليس امرا. تفرجوا لي في الفيديو وشجعوني شويه، الله يرحم لكم الوالدين، الله يعطيكم الخير. واخا يلا 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 اجي كما قلت لكم ان شاء الله باذن الله تعالى. ردوا البال للقطيع ديالكم وبقاو تبدلوا الماء وسميتو ما تعطيوهمش وتجريو تهبطوا. اللي عنده دجاج في السطاح ولا اللي عنده سميتو يجي يعطيهم الماكله صافي بينا راه صافي درتي شي حاجه ملي عطيتيهم الماكله. لا خصكم تعطيو الماكله وتجلسوا تشوفوا الدجاج ديالكم وشنو به، واش مريض، واش خصو الماء يتبدل، واش ياك ما خواو داك الماء، ياك ما شربوا داك الماء كامل. ضروري ان شاء الله. واللي عنده شي اسئله ان شاء الله يكتبهم لي في الكومنتيرات، وهذا ان شاء الله باذن الله تعالى وفي التعاليق غادي نجاوب لي باذن الله. اللهم يسر يا ربي ولا تعسر. يلا ان شاء الله. يلا السلام عليكم الى فيديو قادم باذن الله تعالى.